ينتظر فريق الزمالك في 7 مساء الأحد مواجهة في غاية الأهمية أمام نظيره دريمز الغاني، المقرر إقامتها على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويخوض الفارس الأبيض اللقاء رافعا شعار لا بديل عن التأهل، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب، ليصبح أمام الزمالك 3 سيناريوهات لضمان التأهل لنهائي الكونفدرالية: إما الفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي والفوز بركلات الترجيح، أو التعادل بأي نتيجة إيجابية، ليتأهل الأبيض لنهائي البطولة مستغلا قاعدة احتساب الهدف ب2 خارج الديار. واستعد الزمالك في الساعة الماضية بشكل مكثف لخوض لقاء العودة أمام دريمز، وحرص الجهاز الفني بقيادة جوزيه غوميز على معالجة أخطاء لقاء الذهاب لتفادي تكرارها في مباراة العودة. ويواصل الفريق مشواره الناجح بالكونفدرالية بعد نجاح الزمالك في تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، ثم تخطي عقبة مودرن فيوتشر في ربع النهائي.